بتشوف يعني يعني بعد ما يخرج يعرف هو كان ايه. هو الهدف بتاع الاكسبيرينس انك تحاول تعرف انت بتاكل ايه في الصحن بتاعك في الضلمه. تعالوا اتفضلوا معانا على الغداء، تعالوا معانا في الضلمه. اتفضلي. هي بتقول إن في الضلمة ناكل حاجات يعني سوربريز مفاجأة، وناخد بعين الاعتبار الألرجيز بتاع الحساسيات بتاع الناس، يعني لما ما ياكلوش خنزير ولا ما ياكلوش لحمة ولا فيجيتاريان. اوكي، بيراعوا كل الاعتبارات عشان لو في حد مسلم هنا يبقى ما فيش خنزير بيتقدم هنا. ميرسي على الغداء الجميل، تسلم ايديك على الملوخيه اللي جبتيها، انا ما عرفتش اكلت ايه. شكرا. لا، فرصه سعيده. فرصه سعيده، شكرا. تسلمي على جوزي. يبقى تعالى كل عاوز اكل. ناكل ايه؟ اكل عربي. عاوز فول. فول مدمس. فول مدمس. اوكي، شكرا يا غدا. سعيده، المره الثانيه ان شاء الله. ميرسي يا غدا. في انتظار حد من اللي كانوا جوه هنساله ايه انطباعك. زي ما قلت لكم الواحد بيخش ياكل هنا في الضلمه، انت ما بتطلبش، الاكل بيجيلك بشكل مفاجئ، وبعد كده تعرف انت اكلت ايه وشربت ايه، المنيو تشوفه. تجربه مثيره. بنسألهم انت اكلتوا ايه، مش عارفين، كله هنا عشان نعرف احساس الضلمه عامل ازاي. توي اغاب منين؟ تونسي. تبلغ اغاب؟ اكلتي ايه؟ مش عارفه. Alors on a de tous les profils en fait, parce que l'idée c'est que quand vous êtes dans la salle noire, tout le monde est sur le même pied d'égalité. مش عارف الفكرة دي لو في مصر هتبقى عاملة ازاي، انك تقعد تاكل في الضلمة. اعتقد الموضوع هو صعب، بس اهميته تيجي ان الواحد يشارك اللي عندهم كف بصر، اشوف هو عايش ازاي، هو بياكل ازاي. ولو كل مسؤول جبناه وقعد في الضلمة ساعة، لو جاله حد ما عنده كف بصر هيحس هو قد ايه عايش، قد ايه محتاج. أنا سعيد إني موجود هنا في التجربة اللي أتمنى أشوفها في بلدي، فرع من المطعم ده أو حد من المصريين ياخد الفكرة يعملها، أو نعملها في المدارس أو في النوادي، ساعة كل شهر أو كل سنة هتحسسك بحاجات مختلفة.